عسلامة، شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الغوسيت متاعنا خفيفة لفلف تحضر في 4 ساعة تكملها بقدرة الله. حاجة بنينة متاع الموسم هذا، كيما تراو السفرجل باش نعملو خشاف، مش معجون سفرجل. خشاف ما نعرفش شنو تقولوا في الجهة متاعكم، احنا نقولوا خشاف. حاجة بنينة ونعملوها في دويرتنا نظيفة. جربوا الغوسيت وتفكرون. المكون الرئيسي وبخاسك ما فيهش برشا مكونات اللي هو السفرجل، توا موجود، توا وقته نحاولوا نستغلوه ونعملوه. حتى المعجون تاعو بنين، اذا تحبوا نشارككم وصفة المعجون. بالنسبة للسفرجل ماذا بينا ناخدو السفرجل العربي، تبدا ريحته فاوحة وما فيهوش مواد كيميائية. اذا ما مش متوفر وباش ناخذوه من السوق وما نعرفوش المصدر متاعو منين، نحاول نغسلوه مليح مليح مليح، ومن بعد ننفخوه، نحطوه في حاجة فيها برشا ماء وفيها شوية خل، ونخليه حتى 4 ساعة يتنفخ في الماء والخل هذاك، باش نتأكدوا انه نحينا اي حاجة كيميائية فيه. بعد ما نظفنا السفرجل باش نقصه، انا باش نخليه بقشرته، تنجم انتي تنحيله القشرة متاعو. خيط حاجة فيها ماء، عصرت فيها القارص وحطيت شطر قارصة باش اللي نقصه نحطه في الصحفة هذيك باش ما يكحلش. كيما نعرفوا السفرجل كيما التفاح وكيما الانزاز، اذا قسيته في ساعة ما يكحل. سبحان الله، السفرجل قديش هو قاسي، يعني مش بسهولة انك تقصه. توسعوا بالكم شوية. استوس بالنسبة للقلوب، انا ما لقيتش فيه قلوب نقام فتفتي، اذا لقيت قلوب نحاهم على الشيرة، يذوكم من بعد يعطيوك لون مزيان للخشاف متاعك. حاجة اخرى، ذاك عبارة على مخثر طبيعي، عبارة على بيكتين باش تحطه، نجم تحطه في المعجون، تنجم تحطه في الخشاف، يخلي العصير يخثر ويحافظ عليه. عبارة بيكتين طبيعي، وبطبيعة من داخل إذا في أي شوائب ولا حاجة نحي وما نخليوش فيها كالكحولية ولا حاجة. واللي تحب تقشره تنجم تقشره، كما قلت لكم أنا نفضل إني نخليه بالقشرة متاعه باش يحافظ على الشكل متاعه. وأنا بطبيعتي منحبوش طايب برشا، فما شكون الخشاف يحبه طايب يولي زبدة يقرب للمعجون. أنا لا، نحب يبدأ محافظ على الشكل متاعه، كي نبدأ قصته برج وإلا هكا دي كوب صغار يقعد بالشكل ذاك، والقشرة متاعه باش تخليه يحافظ على الشكل. بالنسبة للقصان متاعو قصو كيما تحب انت، كبير صغير كيما تحب. احنا نفكر في دارنا ماما تقصو بالطريقة هذه، يبدأ برج هكاكا محلاه منظرو. مي انا خاطرني نحب نحطهم في كيسان صغار، معناها مانيش باش نعمل كمية كبيرة، باش نقصو صغار دي كوب صغار. تراو كيفاش باش نقصو. نتعدي ونشوفوا الكونتيتي بعد ما قشرتها ونظفتها وقصيتها. حطيت لي 425 جرام، نفس كمية السفرجل، هي باش تكون كمية السكر هي كمية الماء. بالنسبة للسكر تراو في الماء لونه تبدل، خاطرني استعملت سكر أسمر، ما هوش باش يغير حتى شيء في المطعم. معناها تنجم تستعمل سكر أبيض، مي أنا نستعمل سكر أسمر. حطيت نفس الكميات، تحب تنقص سكر نقص، اما هو باش يجيك معدل. راهو هذه قاعده خذوها اي معجون ولا اي حاجه كي من هكا، نفس الكميه متاع الغله هي متاع الماء هي متاع السكر. توا ديريكت نحطو على الغاز على نار متوسطه حتى يغلي، كيما تراو فيه يغلي. هذه اسس اخرى، اذا عندك ماء وسكر يلزم تعمل العمليه هذه ديما، تحاول تنظف لي كوتي نتاع الطنجره ولا الكسرونه ولا اللي باش تطيب فيها بالماء بالطريقه هذيك، باش ما يسكر لكش، باش الغوسيت تجيك ناجحه. سينو راهو العصير والا جو هذاك ولا السيرو اللي فيه باش يبس يسكر لك وتفشل الغوسيت. بالنسبه للفاح نتاعو خذيت نص عود قرفه، واحده بركه عود قرنفل، وكعبتين مستكه هرستهم. للقرفة تنجم تحط عود كبير وتنجم تحطه من اللول، انا بنحبذ انه يبقى مطعم السفرجل، يعني بنحبه يكون فاح هكا باش يعزز لي مطعم السفرجل. اذا باش نحط القرفة من اللول راهي باش يجي مطعم القرفة قوي برشا. وهذا كما نقول لكم اذواق، كل واحد كيفاش يحب ياكل. هذه هي الكوجينرا. يعني حطيت نص عود، وقت اللي غلي وقتها رميت الفحات نتاعي، عود بركه قرنفل. وما تنساوش انا مانيش عامله كونتيتي كبيره، كونتيتي صغيره، هذا زاده يفرق. اذا كونتيتي كبيره باش تحط قرفه اكثر اكيد، وهذاك هو اللي باش يعطيك اللون من بعد يغمق. انا ما نحبوش طايب برشا وما نحبش فيه برشا قرفه، هيك عليه باش يجي لونه فاتح شويه. وكما قلت لكم اذا عندكم القلوب نتاع السفرجل هذيك راهي مخثر طبيعي ويعطيك لون غامق للخشاف نتاعك مزيان برشا. وبالطبيعة مادامني حركت الطنجرة
ولا سفرجل ولا اللي هو، يلزم نعاود نعمل العملية هذه. كل ما نحرك السفرجل متاعي نعاود نعمل العملية باش السيغو اللي فيه ما يسكرش. وحاجة أخرى، أي معجون ما تغطيوش الطنجرة، لازم يطيب هكاكا من غير غطاء. بعد ما حطيت الفحات نقصت الغاز، النار نقصتها على أقل من متوسط، كنا نطيبوا فيها على نار متوسطة. نقصت حتى لين يبقى 35 دقيقة باش خذا القوام هذاك. أنا ما نحبوش يطيب برشا، نحبو يقعد شاد روح. إذا تحبوا طيب أكثر أكيد نجم تخليه في الوقت، وتأكد إنه راهو اللون متاعو باش يزيد يغمق، يمشي للأحمر أكثر. وهذا يرجع لكم انتوما كيفاش تحبوه. أنا اكتفيت بالقدر هذا. إذا باش تعمل كمية كبيرة وتحبها تقعد لك برشا، تاخد بابز باللار وتنظفهم، يكونوا معقمين مش نظاف، تكون عقمتهم في ماء سخون ما يغلي وتعبيهم بالطريقة هذه. أنا الكمية صغيرة يعني متاع نهارين، تتكل في نهارين ماهيش باش تبقى برشا. أنا حبيت نوريكم لاستيوس كيفاش معناها تخليو المعجون متاعكم يصبر. كما تراو هكا لونه تبدل، يعني ما بقاش لون فاتح. تقلبوا بعد ما تعبيو الدبابز وهما سخان، المعجون يبدا سخون، تسكروها وتقلبوها بالطريقة هذه. تخليوها 10 أو 15 دقيقة ومن بعد تخبيوها يقعد لكم يصبر يا أرى. كانت هذه الغوسات متاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. كما قلت لكم ما تاخوش وقت في التحضير، ما تفوتلكش ربع ساعة باش تنظف السفرجل وتركحه وتحطه على الغاز. 30 35 45 ماكسيموم باش تحط تطيبها. والخشاف متاعك يكون حاضر، حاجة بنينة تنجم تحطها في دبوزة صغيرة هكا وتعطيها جوتي لصغيرك، وإلا انتي ماشي للخدمة تهزها معاك. حاجة نظيفة في الدار خير من حاجة معلبة برا. وهكا نكونوا استغلينا غلال الموسم اللي انا ديما نشجع عليها، ناكلوا الغله الخضره في الوقت متاعها. ربي سبحانه خلق الغله ذيك ولا الخضره ذيك في الوقت هذاك، اكيد عنده حكمه. يعني حتى باش تكنجلها ماهيش باش تكون منعرفش انا باش تستفاد منها كيما في وقتها، اكيد باش تكون منفعتها في وقتها خير من المكنجله. وقدمتهم بالطريقه هذه. نجموا نحطوا معاهم شويه فواكه جافه المتوفر عندك، حتى شويه كيكاويه محمره راهي باش تجي بنه على بنه. انا بما انه موسم الزوزه توا ولا الجوزه، حبيت نحطها يمشيوا مع بعضهم، السفرجل والزوزه. الزوزه تمشي مع التفاح مع الانزاز ومع السفرجل. وهكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله الغوصه تكون عجبتكم وتعلمتوا منها استوس والا 2 ونفعتكم بهم. واللي اول مره يزور قناتي ما ينساش باش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا جديدي. كيف ما تنساوش البارتاج مع حبايبكم واصحابكم باش تعمل فايده على الناس الكل، وتشجعوني انا باش نقدم لكم دي غوسات اخرين.